فوزي القجع والعهده الجديده اللي غادي ان شاء الله فيها حتى 2030، ولكن كاين واحد الاجتماع اللي غادي يديروا الفيفا اللي غادي يكون ان شاء الله الانتخابات ديال انفانتين واللي غتكون في المغرب في 2027، واللي غادي يكون نائب رئيس الفيفا هو فوزي القجع ان شاء الله باذن الله، والايام بينا نعقلوا عليها. ولكن كاينه مفاجاه موراها اكبر، هي اللي غادي تصدم صحافه الزيغو، تصدم المصريين، تصدم كاع الافارقه، تصدم بزاف الاعداء اللي كانوا يكرهوا فوزي القجع غادي تصدموا فيها، اللي هي ما غاديش نكشفوا عليها اليوم، ولكن راها باينه. هو راه نائب رئيس ديال لاكاف، وموتسيبي مرشح في بلده باش يكون هو الرئيس ديال بلده القادم. يعني ماتيماتيكمون هو اللي غادي يكمل العهده اللي غادي اللي ما يكملهاش موتسيبي، وموراها غادي يكون هو رئيس لاكاف ان شاء الله باذن الله. ونتمنوا له التوفيق في المهمات الكبيره هذه اللي راه جايه، يعني رئيس لاكاف نائب رئيس الفيفا. فوزي القجع من خيرة ما انجبت، يعني في الرياضه في المغرب، يعني سيد خدم الرياضه، خدم كل شيء، دار بنيه تحتيه، دار كل شيء، اصلاحات الانديه، المنتخبات. نتمنى له التوفيق ونتمنى له مسار ان شاء الله ناجح ومزيد من التالق. وان شاء الله كاس العالم هذه المنتخب المغربي اللي قلت لكم ونعاود نقولها لكم اللي غادي يكون ان شاء الله في النهائي، نتمنى له التوفيق. المنتخب الوطني الجزائري الاقل من 17 سنه يصل لمدينه الرباط ويصل المغرب لتحضيرا لكاس افريقيا. انا حطيت لكم التصاور انا ديال المنتخب الوطني اللي وصل. واليوم في السيت ديال الاتحاديه الجزائريه باش تعرفهم بالله، النهار الاول كانوا باغيين يديروا الخبث الكره، الخبث ومنهم كان كاع يذكروا اسم المغرب، اليوم كذكروا اسم الرباط. الحمد لله مع كاع من جاتهم الاوديسات اللي غادي يلعبوا في مركز محمد السادس وفي احسن مراكز في العالم، الى ما نقولوا من الاوائل في العالم، اكاديميه محمد السادس. ان شاء الله نتمناو التوفيق المنتخب، ولكن طحنا في مجموعه قويه، مجموعه ماشي سهله، مع اكاديميات كبار، مع جنوب افريقيا، مع غانا، مع السنغال راه محبابنا كون زعما غيعطيوهم الماء والله نطلبوك والله ما يعقلوا عليك. المهم مع السنغال حتى هي نتمناو ان شاء الله التوفيق للاوديسات. وكاين الافتتاح غادي يكون في ملعب مولاي الحسن ان شاء الله نهار الاربعاء، ونصف النهايه في ملعب مولاي الحسن، والنهائي غادي يكون في ملعب مولاي الحسن. ولكن مركز محمد السادس غادي يكون من احسن الدورات، لانه علاش؟ لانه اول تجربه ديرها لاكاف في هذه الملاعب، وديجا دارت كاس العالم الاوديسات في مركز محمد السادس، وندارت في قطر كاس العالم الاوديسات ندارت في الاكاديميه ديال اسباير. يعني ديجا الفيفا عارفه تخدم بهذه الطريقه، ولكن لاكاف ما كاينش اكاديميات بحال ديال اكاديميه محمد السادس. اليوم جربوها وغادي يجربوها في المغرب، ولكن غادي تكون تجربه ناجحه في ارضيه ملاعب من الطراز العالي. نتمناو التوفيق للمغرب، ونتمناو يمشيو بعيد في هذا الكاس ويديو هذا الكاس افريقيا للمره الثانيه على التوالي. كاين شيبي وفضيحه نهائي كاس مصر، فضيحه نهائي كاس مصر. تخيل تعطاهم ميداليات وشكلوا فيهم بطوله كرويه السيدات، ميداليات عطاوهم للشيبي وربات. تخيل نجم بحال الشيبي ولا بيراميز، يعني مصر راها في الحاضر، ويجيو المصريين يحلوا عليك فمهم، لانهم لو كان يقابلوا هذه المشاكل اللي عندهم في مصر ينجحوا. ما حدهم ما مقابلينش هذه المشاكل اللي عندهم في مصر، جامي ينجحوا وجامي يطلعوا قدام وجامي يزيدوا قدام. لانه الانسان العاقل هو خصو يقابل هذه المشاكل، ما يسمحش في هذه المشاكل. يعني انسان انت عندك مشاكل هكذا، بروتوكولات ما قدرتش ديرهم، بروتوكول ساهل انت جايب ميداليه مسك فيها ديال السيدات، يعني ودرك هاد الشوهه والفضيحه فين؟ في كاس مصر، يعني في كاس مصر. تخيل هذا كاس يعني ديال دوله مصريه، يعني حتى هي عريقه وكبيره، ولكن الاعلام ديالها اللي وسخها، واللي راه ماشي غير وسخها، طيح الحاضر نهار كامل وهما تابعين. فوزي القجع استناو غادي يكون رئيس لاكاف، وتما هرم تزيدو تحضروا يضربوا على الجعوده 3-3 ان شاء الله في كاس لاكاف، في رئيس كاس لاكاف، وغادي يسكتكم مليح وغادي يطلعكم، لانه الانسان خدام. انسان هذا المنصب ديال لاكاف الى شدوه مستقبلا من 2029 2028 راه ما تفاجاش، لانه انسان خدام، انسان ماشي جاو غادي يعطيوه منصب يعني رواح وطلع. موتسيبي باش طلع لانه كان غني، بصح هذا القجع حتى هو عنده ماشي معاه، ولكن طلع بالذكاء بالخدمه ديالو في الميدان حميدان. يعني السيد يخدم الملاعب من الطراز العالي، الملاعب كاع خدمهم في المغرب، كيتفرج البطوله المغربيه اليوم وتقدر تصنفها من الاولى في افريقيا.
يعني التصنيفه الاولى في افريقيا، وهذه حقيقه وواقع. يعني تخيل راهم يتنافسوا خمسه راهم يتنافسوا على لقب البطوله وفي ملاعب كبيره. وشوف تخيل انت بحال في مصر كانوا مع ثلاثه يعني يتقاتلوا في التالي والدار، ولكن انت باش تنافس خمسه ماشي سهل. البارح الترجي والنادي الافريقي شو وقع؟ النادي الافريقي دا البطوله، ولكن راجل حال الترجي البنزرتي يستاهل. ولكن باش نهضروا على البطوله المغربيه، خمسه يتنافسوا، تخسر الاخر اللي يربح يولي قدامك، تخسر عاود لا وهي غاديه حتى لافا. تخيل يكونوا خمسه كيف يجيبوا كاع النقاط كيف في الدوره الاخيره. يعني تخيل هذو خمسه في الدوره الاخيره كيف كي غدير لها، تولي الاهداف تولي المواجهات المباشره وكاع راهم يتقاتلوا. اليوم راه المغرب فاسي الاول، الجيش الملكي الزوج، موراهم الرجاء وموراهم الوداد وبركان شادين فيها. يعني الدوره الجايه عاود كاين مقابلات اللي غادي تكون على باراج، لانه درك حتى التوالا اللي راك تلعب مع التوالا الفرق التوالا راه ماتشات يفوتوا صحاح، راه حتى هما ما راهمش يعني ما غاديش يبيعوا ولا، لانه كلشي مهدد. هذوك التوالا شي 10 ولا 15 حتى هما مهدين بالباراج ومهدين بالطيوح. يعني ما كانش هذيك كي قال له الاخر يعني هما رحيمين، ما كانش تغلط يطحنوك. يعني انسان خدام، هاد البطوله ديال المغرب خدامه. وتا هاد البروغرام اللي داروه، جوج يلعبوا الباراج وجوج يطيحوا، راه كلشي يتقاتلوا. يقولك اللهم لعب الباراج، يعني بطوله كبيره. درك نتمناو التوفيق عاود للجيش الملكي اللي ان شاء الله هاد السيمانه ان شاء الله عندها لا فينال الاول غادي يكون في جنوب افريقيا في سانداوس، وموراها غادي يستقبلوا سانداوس في المغرب. مي نتمناو الجيش الملكي تجاري المقابله تما، لانه غتلعب مع زوج ديال النهار. وخلاو هذاك المصيبه ديال نضاله، راه خلاو نضاله حتى هو حاكم تما ما قلعوش. يعني مشكله مور مشكله. مي نتمناو ان شاء الله يجاريو هذيك المرحله ديال النهائي اللي غتكون مع الزوج. الا خرج من تما باقل الاضرار، جبت تعادل، فزت، نهاز. زر زي ماني كايكا زروا هاي واش باش كاين ثاني على غادي ودي 80 غير لا قبل لا سيما هو كل شيء ديال السنه هذه مش كاساكين نحو ندور مع راسك ندور 66 3300 درهم. انت هو توقيت ها؟ هو